السلام عليكم ومرحبا بكم كاملين في عدد جديد من أخبار رجاء الرياضي. اليوم غنقربوا لكم من آخر المستجدات اللي كتعرفها القلعة الخضراء في هذه الفترة الحساسة من الموسم، سواء على مستوى المواهب الصاعدة ولا سوق الانتقالات ولا حتى ملفات التجديد اللي ولات كتشغل بال المكتب المسير والجماهير الرجاوية. في البداية وبقرار شجاع من المدرب ديفيد فادلو، الرجاء أعطى فرصة جديدة لواحد من ألمع المواهب اللي طالعة من الفئات السنية ديالو، ويتعلق الأمر بالمهاجم الشاب يحيى إيغيز اللي مازال في عمره غير 16 عام، ولكن قدر يفرض سميته بقوة بين الشبان ويجلب الانتباه ديال الطاقم التقني. فادلو قرر يصعدو يتدرب مع الفريق الأول خلال المرحلة الإعدادية الحالية باش يختبر الإمكانيات ديالو عن قرب ويحتك بتجربة اللاعبين الكبار، وهذا الشيء مهم في مسار أي لاعب شاب باغي يشق الطريق ديالو نحو الفريق الأول. يحيى إيغيز جا للرجاء وعمل مسار مميز في زمن قياسي، خصوصا من بعد ما شارك مؤخرا رفقة المنتخب الوطني الأقل من 17 سنة في مونديال قطر، تجربة عالمية أعطته ثقة كبيرة وخلاته يكتسب نضج مبكر على المستوى الذهني. ومع رجوعه لحمل قميص الأمل ديال الرجاء بان عليه التألق بشكل لافت هذا الموسم، إذ قدر يسجل 5 أهداف في 5 مباريات فقط، وهو رقم كيعكس الإمكانيات الهجومية الكبيرة ديالو سواء من ناحية التمركز أو السرعة أو حسن استغلال الفرص. بزاف ديال المتتبعين كيشوفوا فيه مشروع مهاجم مستقبلي قادر يعوض الخصاص اللي كتعاني منه الرجاء في الهجوم في حالة توفر له الوقت والدعم المناسبين. ومن جانب آخر ومع اقتراب الميركاتو الشتوي بدات تطلع بزاف ديال الأخبار والتكهنات حول أسماء ممكن تلتحق بالرجاء، ومن بين أكثر الأخبار اللي تداولتها بعض المنابر الإعلامية مؤخرا هو دخول الفريق الأخضر في مفاوضات مع المهاجم الكونغولي كاتي كاتموندي اللاعب السابق لحسنية أكادير. بعض المواقع نقلت عن الصحفي الغاني ميكي جونيور أن المفاوضات وصلت لمراحل متقدمة وأن الاتفاق ممكن يكون في الأيام المقبلة، ولكن الحقيقة اللي وصلت من مصادر مقربة من إدارة الرجاء أن هذا الخبر ما عنده حتى شي أساس من الصحة، وأن اللاعب ما داخلش نهائيا ضمن اهتمامات الفريق في الفترة الحالية. المكتب المسير باغي يركز على عناصر جاهزة من حيث التنافسية والجاهزية البدنية تضيف الإضافة فورا للفريق، خصوصا في رابطتي البطولة ودوري أبطال إفريقيا، وهو الشيء اللي ما كيقدرش يوفره لاعب أمضى النصف الأول من الموسم كامل بلا فريق وبلا تنافس رسمي. الرجاء في هذه المرحلة محتاجة لانتدابات مدروسة تخدم المشروع التقني ديال فادلو، لاعبين يقدروا يدخلوا مباشرة في التشكيلة ويصنعوا الفريق، الشيء اللي خلى سميت قاتلوندي يخرج من اللائحة منذ البداية رغم كل ما كيتروج في بعض المواقع وصفحات التواصل. أما أكثر ملف مشتعل حاليا في داخل البيت الرجاوي فهو بلا شك مستقبل الظهير الأيسر يوسف بالعمري، اللاعب اللي بان بمستوى كبير في الموسمين الأخيرين وقدر يفرض راسه كواحد من أحسن الأظهرة في البطولة الوطنية، بل حتى يضمن الرسمية في المنتخب الوطني. ولا اليوم محط اهتمام قوي من نادي الأهلي المصري اللي عرض مبلغ ضخم كيقارب 6 مليارات سنتيم من أجل التعاقد معه. جواد الزيات رئيس الرجاء قرر يتدخل مباشرة في هذا الملف ومنح بالعمري مهلة أخيرة باش يحسم قراره بشكل نهائي، يا إما التجديد مع الرجاء وفق الشروط اللي حددها النادي، يا إما قبول عرض الأهلي والرحيل خلال الميركاتو الشتوي. الزيات كان واضح مع اللاعب في آخر اجتماع جمع بينهم، وشدد على أن الرجاء ما يمكنش تبقى كتغامر وتخلي عقد لاعب أساسي يقترب من النهاية بلا وضوح، خصوصا بعد ما عاش الفريق سابقا سيناريوهات مؤلمة ديال رحيل لاعبين مهمين بالمجان. المكتب المسير باغي بأي طريقة يأمن بقاء بالعمري ضمن المجموعة نظرا لأهميته الكبيرة في التشكيلة سواء دفاعيا أو هجوميا وقدرته على إعطاء إضافة قوية في الجهة اليسرى، ولكن في المقابل كاين الإغراء المالي ديال الأهلي وطموح اللاعب يمشي يجرب تجربة احترافية جديدة قد تكون أفضل ماديا ورياضيا بالنسبة لمساره. ودابا الجميع كيتسنى القرار النهائي اللي غادي يحدد مصير واحد من أهم نجوم الرجاء في المرحلة الحالية. جماهير الرجاء متشبثة ببقاء اللاعب والمكتب باغي يحافظ على ركائزه الأساسية، بينما بالعمري واقف بين خيار الاستمرار في الفريق اللي صنع فيه الاسم ديالو أو دخول مغامرة جديدة خارج البطولة الوطنية. في الأخير أخبار الرجاء كتبقى دائما مليئة بالتشويق ما بين بروز مواهب شابة واعدة بحال يحيى إيغيز وتصحيح الشائعات المرتبطة بالانتدابات وملفات التجديد الساخنة بحال ملف بالعمري، الشيء اللي كيأكد أن القلعة الخضراء عايشة على إيقاع مرحلة دقيقة وغنية بالأحداث في الوقت اللي الجماهير باغية تشوف الفريق واقف على رجليه وقادر يعود بقوة لمنصة التتويج.
وباش تشجعونا نواصلوا نقدموا لكم محتوى مميز وأخبار حصرية على الرجاء وباقي الكرة المغربية، ما تنسوش ديروا الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد أولا بأول، وخليوا لنا تعليقاتكم وآرائكم في الفيديو، راه التفاعل ديالكم هو الدافع الأكبر باش نزيدوا نطوروا المحتوى ونكونوا ديما في القرب ديالكم. شكرا لكم وإلى اللقاء في فيديو جديد.